جالنا مسج من عميلة بتسأل هي ايه الفلورسنس اللي موجودة في اخر شهادة الألماظ من تحت؟ الفلورسنس ده هو شدة التوهج اللي موجودة في الفص، وده بنختبره لما بنعرض الستون للأشعة الفوق البنفسجية، وده في الطبيعي بيجي من أشعة الشمس وبعض الإضاءات، وبسبب الإضاءة دي الفص بيدي لون شبيه بالأزرق، وده بيحصل بسبب وجود النيتروجين في الامبيوريتيز جوه الفص. والفلورسنس عامة الرينج بتاعه من أول النون لحد الفيري سترونج. طب ده هيفرق معايا في إيه وأنا جاي أشتري الفص؟ في العادي والطبيعي معظم الفصوص اللي موجودة عندنا واللي انت هتشتريها هتبقى فلورسنس بتاعها نون، لان ده اللي معظمنا بيستعمله. يعني ما ينفعش نركب الفص في اي خاتم او اي توينز يبقى فلورسنس بتاعه سترونج مثلا، هيبقى الشكل في الاخر مش حلو وهتلاقي الفص مزرق. طب امتى نجيب فص الفلورسنس بتاعه عالي؟ عادة انا بحب اجيب الفص يبقى فيه فلورسنس ميديوم مثلا، خاصة لو الفصوص الكبيرة 2 قيراط 3 قيراط ومعمولة حلقان، لان الضي بتاعها بيعمل فاير بيبقى شكله جميل جدا، خاصة في الايفنتس سواء كانت الصبح او حتى بالليل. وانت لازم تاخدي بالك لما تيجي تعملي مثلا انسيال تنس، يعني احنا عندنا الانسيالات التنس معظمها ليها شهادات وشهادة لكل فص، لازم كل الفصوص تبقى الفلورسنس بتاعها واحدة ولازم تبقى نون، لان احنا لو حطينا فص فلورسنس ميديوم او حتى فينت جنب فص نون هيبقى الشكل في الاخر وحش جدا، وهتلاقي منظر الانسيال التنس مش كويس. ودي كده حته على السريع من جواهرجي قديم. ولو عندكم اي اسئله تانية بخصوص شهادات الالماظ اكتبوا لنا في الكومنتس. كان معاكم دكتور ياسر الطويل وده الجواهرجي. سلام.